يعني بس قبل ما اكمل كلامي والله كل كلمه هقولها لك ربنا شاهد عليها. تمام. يعني مش هكذب ولا كلمه. تمام. يعني تمام. ولو في اي حاجه هو ممكن هيبقى في رد طبعا بالظبط كده. مظبوط. لكن من اول البطوله انا فهمت ان في حاجات مش مظبوطه. قلت له انا مش هوصل سيمي فاينال اصلا. تمام. قال لي ليه؟ قلت له عشان الامارات جاهزه، البحرين جاهزه، الكويت جاهزه، المغرب ما تقارنيش بيها. قال انا عارف ان المغرب بتتمرن، المغرب من ساعه ما احنا 2019 20 مباراه وديه، 20 مباراه وديه، احنا لعبنا ماتشين مع الامارات. فما تقولش بقى المغرب هكسبها. قلت له انسى الموضوع ده. قال لي انا عارف ان المغرب في حته ثانيه. قلت له برافو عليك. قلت له الامارات هتبقى في حته ثانيه، والبحرين هتبقى في حته ثانيه، والكويت هتبقى في حته ثانيه. لان دول عندهم دوري وعندهم نظام وعندهم مدربين وعندهم بيصرفوا. قال لي خلاص اعتبرها احتكاك قوي واحتك قبل ما تروح كاس العالم. قلت له بس هو الكلام. قلت له لو وصلت للنهائي ده في حد ذاته هيبقى انجاز لمصر. تمام. عشان ما تحاسبنيش. قال لي لا والله خلاص. انت قبل البطوله قايل له وهو قبل البطوله مطمنك ان البطوله لا تمثل شيء بالنسبه لمستقبل الجهاز الفني. الحمد لله ان كان في ناس قاعده منهم الاثنين اعضاء اللجنه وكابتن محمد بركات والناس اللي شغاله في الاتحاد. تمام. كلنا على ترابيزه واحده كلهم. الحمد لله كانوا موجودين في اليوم ده. تمام. بعد المباراه ما خلصت مش عايز اقول لك انتقدنا ازاي. الجلسه اللي بعد كده ده فرقه ودي مش فرقه. قلت له دي فرقه او مش فرقه، انا وصلت فاينل. ما تقوليش النتيجه كام، انا ممكن اخد 10 اصلا من المغرب، ده عادي جدا. الناس دي في حته ثانيه، الناس دي بقت في اوروبا. الناس دي بتلعب كل شهر 3 4 ماتشات. الارجنتين والبرازيل وكرواتيا وفرنسا وايطاليا. الناس دي ما بتقعدش في البيت اصلا. الناس دي عندهم 6 7 محترفين بره، في 3 منهم ما جوش كمان. تمام. عشان الكورونا وعشان الخروج من البلد والكلام. قلت له اوعى تقارن، ما ينفعش. احنا من 2019 ما لعبناش غير ماتشين. انت المغرب لعب 20 مباراه، فما ينفعش المقارنه. يقول لي اصل ده مش قاعد وده واقف والاداري بيقف. قلت له انت بتتكلم في، احنا بنتكلم فنيا ولا بنتكلم تنظيميا؟ قلت له كره الصالات وكره السله والهاند، كل الفوتسال ده كل اللي جوه الصاله ده اول حاجه في اعتراضات والناس كلها كله بيقوم. تمام. فما تقوليش بقى ده يقعد. خلينا في الفنيات دلوقتي. انت ما ينفعش تنتقد. انت تقول لي معلش وهارد لك